بعد ما خرجنا الموتور من العربية بدأنا نفضيه من الحاجات اللي راكبة فيه عشان نوديه للخراط، بس حصل لنا كام حاجة مش لطيفة كده. أهو. سبعة. بعد كده ابتدينا ناخد مقاسات البلوكة والبساتم عشان نعرف هنحتاج ايه بالظبط. جهزنا لبس الشغل عشان الزيت هيبهدلنا وهنشتغل على الأرض، وبعد كده هنبدأ ان احنا نفك الموتور. اول حاجه نفك المصفى دي. باينوميال. لا مش ديسكريت. هو انت بتجيب ايه يا شامي؟ بجيب يا اسطى مفتاح 8 افك معاك. خلاص يا اسطى انا فكيته. تقيل يا اسطى. يعني ايه؟ تاني راوند 2. لا لا ولا ايه؟ راوند 2 راوند 2 ما تكذبش. وريني. زنقه بس. هتتعلم امتى يا اسطى؟ دي مسامير، عارف مسامير ايه دي؟ ده اسمه بافر بليد. ده بيمنع الطرطشه بتاعت الكرنك ان هي تنزل على الزيت نفسه. هم قدموا سوا نفس الحاجات وانتوا قدمتوا سوا نفس الحاجات. مسامير وكده. لا بس هم ايه اللي حصل؟ يلا بينا. ده ساعتها لما شربت زيت. بص بقى يا باشا، هات كده بس التمانية دي، هلا البتاعة دي هتعورنا والله. التعويرة اللي انت عورتها دي رخمة قوي. لا والله بس كده هو انت يا عم ده لوحده اسمه بيد بليد. اه بتفك المسامير بتاعته دي وبتطلع بيه ونودي الكرنك يتراجع عليه. عايز يتخرط هنفك الكلاتش، مش عايز هنسيبه، لان تركيب الكلاتش لازم الاينمنت. الله ينور عليك. لو هو ده اللي انا الاينمنت هتزعل قوي. دلوقتي هبتدي افك البقلات او الرود كابس. الرود كاب اللي هنطلعه لازم نرجعه مكانه بالظبط بنفس الاتجاه. بالظبط بنفس الاتجاه، هو نفس أصلاً- مكانه بنفس الاتجاه. السبيكه لازقه. لا يلا اهي. ايوه انا بقول برضه. شايف بقى فراكشر سبليت. ايوه ده كده كده. عشان كده ما ينفعش، ما ينفعش واحده تركب أبدلهم. مكان واحد. بدلتهم هتبوظوا، تروح تجيب غيرهم. بص اصلا متزنق. عادي رقم 2 في زومبا. عارف النايف بيز. الزومبا دي بتكون باصه للتقسيمه. طلع الديست. السيستم دي كده كده هتتغير فعادي. يبقى الاثنين على الاثنين والرقم على الرقم. لا بس موتور موس. يا اسطى من فوق. عايز ايه؟ وريني البتاع ده. بيستم. ايوه ده مش هوريهولك بصراحه. بس لبسنا جلافزات عشان ايه؟ الزيت ده اول حاجه. فك فلتر الزيت. عمرة في الجراج بالظبط. تعمل الحاجات الحلوه دي. صح. اه اسود هتلوح. اه بيفك اهو. يا لهوي على اللي كربته. العضلات بتاعتنا هيخش. لا العضلات ايه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يلا يا عم بسم الله. اقلب بسرعه بقى ولا نقطه زيت. الزيت ده كل اللي في الارض ده اللي كان في الفلتر. احنا مش عارف إيه كده اللي احنا ما عملناهوش فعلا. انا كدبت، انا ما كدبتش. احنا هنتفشخ واحنا بنقفل. يا ولد. لازم نطلع بده. البورتو كرنك هات الامباكت بقى ليه؟ عشان المسمار مش هيطلع. بقر. لو طنبوره خفيفه زي دي كده لازم تمسكها بايدك. انت فاكرها هتطلع كده بسهوله؟ طلعت بسهوله. في مسمار كمان اهو. يلا نفك الوحوش دول. الفكره بتاع السيكونس وانت بتفك. ده يا جماعه السيكونس اللي احنا هنفك بيه. 1 2 3 4 وهكذا. انت عرفت منين؟
اعكسهم. الله الله الله. جبت له الوحش بقى، ما انا هعمل ايه؟ تك. ده مفيش خالص يا ابني. هو ان شاء الله صباعي اللي اتكسر. اسكت يا دين النبي. صويخ. احنا نقف نربطه كده تاني؟ على وشك كده يا استاذ. يا دين النبي. وطلع تراب. لا تراب يا ابني، ده انا اللي طلعت. امسك الموتور كده. طق. لازم الطق. لسه كل ده انت ما فكتش. على وشك بس. هي دي. بس كده يا ابني، والله انا ممكن اتملخ فيها والله. امسك معلش معايا الموتور. ايه ده؟ برضو؟ طب انا اجيب لي كده اطول من كده. ايه؟ هيفلت مره واحده، خد بالك. امسك كويس عشان ما تقعش بالله عليك يا قاد، والله هزعل منك قوي. يا عم لا عندنا. ماشي. حاسب ايدك، حاسب ايدك. بتوجع الكتف كده والكوع. استنى. يلا. بس انا مش عايزك تحط وزن جسمك كله عشان ما تقعش بس. بس تخض فشخ. هي فكرة انت ما بتبقاش عارف هي جايه امتى. بوم. انا بغمض عيني يا ابني. ركز بس في بتاع اللي هيقطم وسطك ده. طب امسك. ماسك اهو. بوم. والله ده احلى من البريكر بار بقى. امسك بس الموتور كده. الله عليك يا سيدي. ده المسمار اللي كنا بنحاول نفكه والموتور في العربية. أظن واضح ليه المفتاح اتكسر وإياد اتعور. افورتلس والله. الله. شجرة الماء دول عبارة عن مسمارين، أنا مش عارف إحنا مش عايزين نفكها ليه. بس خلاص. الله، دي اللي جديدة؟ عشان بيحطوا ميه حمرا يا اسطى. حمرا تعمل كده؟ المفروض يحطوا ميه عادية. تقيل. أنا بهزر معاك. خليك كده قاعد فرفوش. يلا عشان قاعد هيكسر نفسه دلوقتي. الميعاد الجاي امتى؟ يا ابني هتقع والله. بعمل ايه؟ ما هو اهو شفت. انت رامي وزنك كله، ما انت طبيعي هتقع. ماشي. ما انا مش قادر فبرمي وزني. طب انت قول لي انا مش قادر. انا جبتها بقوتي مش قادر بقى. انا مش قادر فبرمي وزني. اقول وزن سهله. الوزن عندي موجود. الوزن ده موجود. سهله. طب انت عايزه ايه تاني عشان تطلعي؟ انا معاك. هقول لك. ايوه. الله ينور عليك. بس بكر دخلها تاني. كده خلاص. ده المفروض يطلع بقى. شجرة الماء دي هتطلع ولا ايه؟ يا عم سيبك من شجره الميه عادي. نخرطها بيها. صح؟ سيبها والله. وده اللي حصل فعلا. الموتور راح للخراط بشجرة المية. يا ابويا. الله الله الله. ده جميل قوي. ده تمام خلاص. هات. ايوه خلاص اهو. ده انا جميل قوي. انا وقعت ايه يا مسامين. يا ابن اللعيبة. استنى ده بيركب. شد حيلك بس، انت بتطلع عشان تقيل. تقيل يعني، مش اي كلام. ها؟ يا دين النبي. حطه فين ده؟ انزل على الارض هنا. حاسب صباعك. يا ابويا. مواس. الكران كده مره عورني والله وانا بغبور. مواس والله. بص في حاجه ايه وقعت مني. الهلالات، عارف الهلالات؟ هلالات. طب فك لنا عدسه الفلتر دي كده. اقلب بقى الموتور على جنب ورايح حالك. لحالي احلالي. اجي امسك معاك.
حط رجلك كده الناحيه التانيه. الحمد لله على السلامه. فك الكوليه ده بالمره بقى. بيمشي ميه. ميه اهو. بيبرد الزيت. الفيشه دي ايه؟ نوك. حساس السكاكه. حساس الصافع. حساس السكسكه. سكسك. هي تعور، يلا عور نفسك يلا. يلا يلا بسرعه. الصفع هيصفعنا. اصفع. يا ولد، هي دي ركمه تيجي اعمل بروسلي. كده الاول. لكمة بروسلي. تيجي اعمل كده. انت البتاع لما تضرب البوكس. ايوه نور فصل علينا. شكرا. زوري استعجالي الغالي. دلوقتي احنا وصلنا لمرحله بعيده قوي الحمد لله يعني. احنا دلوقتي معانا البلوكه فاضيه خالص، بس لسه راكب فيها شجره الميه، يعني قررنا ان احنا نسيبها زي ما هي. المرحله اللي احنا فيها دي احنا هنقيس البور بتاع السلندر عشان نشوف هو محتاج يتخرط ولا لا. بس هو من الواضح يعني ان طقم الشامبر والبستم هيتغير كده كده، بس عايزين نعرف بقى هل هنوسع ولا هنجيب طقم ستاندرد، ولا اللي كان راكب فيها ده اصلا كان اوفر سايزد. احنا لسه ما نعرفش، فعشان كده هنقيس. حاجه عندنا المايكروميتر. ميكرومتر عملنا له كاليبريشن، بيبقى معاه دي تبقى 75 مللي بالظبط، وتحطها هنا تتاكد ان هي 75 مللي بالظبط. يعني فيها شعرايه بس تمام. تعالى نقيس اول حاجه البستم. المفروض ان البستم ده من المانيوال بيكون 80.96 ل 80.9 كام 80.94. بنقيس السكيرت دي اللي هي بتبقى على جناب البيستون، دي اسمها بيستون سكيرت. دي اكتر حته بيبقى فيها تآكل في البيستون. ده يا جماعه اسمه بور جيج ساعة. او بيسموها الساعه هنا اهو. على كام 81. كده احنا بنقيس الحته اللي هي المفروض التآكل فيها قليل. هنقيس على بعد 12 مللي من هنا، ازيد من 81 بحاجه بسيطه قوي. بيقول لك دي 81. طب بص انا هنزل تحت، انزل بقى تحت خالص في الحته الخطر دي. وريني كده الحته الخطر دي. طب ما الحته الخطر دي برضه حلوه برضه. طيب تعالى نشوف دي. دي بقى المفروض دي تبقى المميته بقى اهي. الناحية اللي كنا بنقيس فيها الأول مش بيحصل فيها تآكل أو بيحصل بس بسيط قوي، لكن الناحية التانية اللي بنقيس فيها دلوقتي اسمها ثراست سايد. البيستونز بتتحرك فيها وبتعمل التآكل ده، فطبيعي إن القياسات تطلع أوسع في الناحية دي. 3. طب في النص 3. طيب ده اصلا كان البيستم كويس. طب تعال نشوف ده. دي مظبوطه من فوق، مظبوطه من السنتر، يعني فيها 1/10 تحفه. من تحت 0 بالظبط او 1/10 برضه. طيب يلا اقلب. شوف انت عشان مش شايف. 7 برضه. لا 6. اقل من 5. 4.5. 3. زي الاولاني زي 4. الاتجاه ده المقاسات كلها مظبوطه، كلها جايبه 0 بالظبط. انا مبسوط فشخ باللي انا بعمله ده. انا عرفت انت ليه كنت عمال كل شويه تراجع، عشان هي جميله. ايوه 9 6. طب ازاي دي كان كبسها حلو؟ عشان هي الشنابل يا اسطى. عامة هي تحت حلوة، هي فوق اوحش حته. بالظبط، ما فوق ده اللي بيحصل البوم بوم بوم. 6 برضه. 5 5 على ما اظن. 4 9 6 5. طب تعالى نكتبهم كده. انت كده في بيستم رقم 4. بص اول ما القرايه تبتدي تروح وترجع تاني، ده معناه ان هي دي القرايه المظبوطه. 7. 7. بنعد من عند الزيرو كام شرطه بالظبط. هو بيقعد يحرك يمين وشمال لحد ما القرايه، لحد ما المؤشر يرجع تاني، يبتدي يثبت ويرجع. دي 9. مظبوط. وهكذا بقى في باقي الغرف نعرف نقيس الارقام اللي موجوده كلها. احنا خلصنا الميجرمنتس بتاعتنا وخلصنا كده فك الموتور. احنا كده يا دوب خلاص هننضف الحوض بتاع الموتور
وهننضف اي حاجه جوه تقابلنا، وهننضف الموتور وهنوديه الخراط، نديله القراءات بتاعتنا ونقول له احنا كده عايزين نخرط ولا لا، وهنحدد معاه برضو لو هنقشط او هنعمل الكلام ده كله. يعني ده يعتمد بقى على الخراط. اعتمد برضو ان احنا نشوف في البلوكه هل مقفعه او ما فيهاش تقفيعه. مقفعه دي يعني البلوكه لما بتسخن بيحصل فيها تقوسات، فما ينفعش بعد كده تركب لو البلوكه مقفعه تركبها على وش السلندر. لازم لو على البلوكه مقفعه تخرط البلوكه وتخرط كمان وش السلندر عشان عمليتك تبقى ناجحه. لكن ما ينفعش تخرط مثلا بلوكه وتسيب وش السلندر، صح، دي مش احسن حاجه. لازم الاثنين يبقوا مستويين على بعض بالظبط. والعيب بقى في الموضوع ان انت بتقشط ده ان انت بتغير الجوان وبتركب جوان مش صاج واسمه جرينجريت وحاجات كده، بس هي اصلا اللي كان راكب جرينجريت فهي غالبا كانت خرطه قبل كده. وهنودي الوش للخراط برضه يراجع على الصبابات ويراجع على جلد الصباب والكلام ده كله، ويعمل له روديه بقى يظبط الكلام ده كله يديه لنا جديد. هو حالته كويسه مش محتاج يتغير يعني. بس كده كده البساتم دي هتتغير. السبيكه كويسه، السبايك دي لازمتها يبقى عليها طبقه زيت خفيفه قوي كده، والفيلم اسمها اويل فيلم. دي بتمنع ان الكرنك والسبيكه دول يلمسوا بعض اصلا. دي عمرها ما بتلمس الكرنك اصلا، لا السبيكه دي ولا السبيكه بتاعت الكرنك. بتحافظ على العمر الافتراضي بتاعه، بتخليه اصلا ما يتخربش. التاكل ده بيبقى لمسات بسيطه قوي، لكن دي لو لمست الكرنك خلاص كده في ساعتها بيحصل حاجه اسمها سبان بيرنج. السبيكه دي بتلف جوه المكان ده كده، تقعد تلف لحد ما تسخن بقى، وانت وحظك بقى بيلي يتكسر يطير في البلوكه يطيرها، تلحق بقى انت الموتور بتاعك يقفش يعني. شوف انت بقى وحظك. وانت وحظك فعلا. طبعا كالعاده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو عجبك الكونتنت بتاعنا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب علشان تشوف بارت 3 و4 والفيديوهات اللي جايه. ولو عايز تشوف التفاصيل كامله لازم ترجع للفيديوهات. ولو عايز تبقى محترف في تصليح السيارات تابع تشيك انجينير.